لو محتارة ولسه مش عارفة تاخدي القرار، خلّيني أقول لِك على حاجات ممكن تساعدِك. مكمّلة في العلاقة مش عشان أنتِ مقتنعة، لأ، عشان اللي حواليكِ مقتنعين. كل اللي حواليكِ بيقول لِك إن هو عريس لقطة، وإن هو كامل من مجاميع وما يتعيّبش، وإنِّك لو سِبتيه هتبقي خسرتِ، وعشان كده مكمّلة في العلاقة استخسار مش اختيار. وأقدر أقول لِك إن هو ممكن فعلًا يكون إنسان كويس جدًا، فيه صفات جيدة جدًا لأي واحدة، ولكنه بالنسبة لِك مش مالي عينِك. وهنا تبقى المشكلة، وعشان أساعدِك خلّينا كده نروح للمستقبل. مكمّلة في علاقة مع حد مش مالي عينِك، مش مبسوطة بيه، مش سادد احتياجات عندِك، أو في حاجات ناقصة أنتِ كنتِ محتاجاها في شريك الحياة. إحساسِك بيه إن أنتِ مش مقدّراه أو هو مش مالي عينِك أو مش مكتفية بيه هيتنقل له. هو هييجي له إحساس إيه؟ إحباط، خيبة أمل، غضب، وده هينعكس في علاقته بيكِ وطريقة تعامله معاكِ. فهتبقى أنتم الاتنين عايشين، أنتِ مش راضية وهو مش راضي. نرجع بقى للحاضر اللي إحنا فيه، قدّامِك سكة من الاتنين. يا إما ما تكمّليش في علاقة أنتِ شايفة إن اللي قدّامِك مش ملبّي لِك كل الاحتياجات اللي بالنسبة لِك مهمة، أو إنِّك تفكّري إيه الحاجات اللي ناقصة في الشخص الجيد اللي قدّامِك ده، وإيه اللي ممكن يتسَد من النواقص دي، وإيه اللي ممكن تتغاضي عنه، وهل النواقص دي فعلًا نواقص حقيقية بالنسبة لِك لا تكتمل بدونها الحياة والّا لأ؟ بس كده.